أبطال ثانوية عامة، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله هنتكلم معاكم النهاردة عن الجيولوجيا. هقولكم ازاي تراجعوها وتحلوا منين وتسمعوا مين. كل الحاجات اللي محتاجين تعرفوها عن الجيولوجيا هعرفها لكم ان شاء الله في الفيديو ده، وكمان مشكلة القطاعات هعرفكم ازاي تحلوها في الفيديو ده ان شاء الله. بس قبل ما نبدأ متنساش تضغط لايك وسبسكرايب وتفعل النوتيفيكيشن عشان يوصلك كل النصايح الجاية ان شاء الله، وكمان تعمل شير لاصحابك عشان يستفادوا. قبل ما نتكلم عن الجيولوجيا وازاي تراجعها وكل الكلام ده، هنتكلم عن نصيحة النهاردة. بلاش تسمع الإحباط اللي حواليك، بلاش أي كلمة سلبية توقفك، خليك أقوى من كده بكتير، علشان مش مجرد كلمة مش هتقدر، مش مجرد كلمة مش هتحقق. كل الكلام ده شيلوه من دماغكم، لأن هو مش هينفعكم بحاجة بعد كده. ما تاخدش الانرجي بتاعتك من حد. عايز تتكلم، عايز تفضفض، عندك ربنا هو الوحيد اللي مش هيخذلك أبدا، هو الوحيد اللي مهما حكيت هتستمد طاقتك منه، وهتحس ان انت ايه كل اللي انت بتعمله ده؟ انت ليه ازاي بتسمع الكلام اللي حواليك؟ انت بس اسمع لنفسك، وحاول ان انت تستمد طاقتك من ربنا. واظب على ورد القرآني، واظب على الصلاة بتاعتك، كل حاجة اعملها مع ربنا علشان ما تندمش في الاخر. بلاش تسمع للاحباط، لان هو هيخليك تندم، هيخليك تقف مكانك، مش هيخليك ان انت تتقدم ولا خطوة، مش هيخليك تعمل اي حاجة ولا تحقق اي حاجة. فعشان كده بلاش تسمع احباط اللي حواليك، خد طاقتك من ربنا وبس. يلا بينا بقى اقول لكم ازاي تراجعوا الجيولوجيا. اول حاجة احنا عندنا الجيولوجيا 5 ابواب، تمام، ومعاهم بابين علوم بيئة. طيب هنراجع ازاي؟ هقول لكم دلوقتي على اهم حاجات، يعني اهم البوينت اللي موجودة في كل باب، وايه الحاجات اللي تركز عليها والحاجات ايه اللي هي سهلة شوية. نبدأ بالباب الاول. اول حاجة لازم تكون عارف تفرق كويس قوي بين افرع علم الجيولوجيا. في ناس كتير هتقول ده يعني اول صفحة في الكتاب وسهلة جدا وكلنا عارفينها ومعرفش ايه، بس عايزة اقول لكم ان اكتر تركات الباب الاول بتيجي في جزء الافرع بتاعة الجيولوجيا. كان جيو ماجد هو اللي بيسهل علينا الموضوع ده بصراحة، يعني كان بيقول لنا كل فرع ايه الكلمة اللي لو شفتها اعرف ان ده فرع كذا على طول. فبجد هيفيدكم جدا لو سمعتوه. لو حابين ان انا اعمل عليه فيديو اكتبولي برضو في الكومنت، وانا هقول لكم على كل التفاصيل دي في افرع علم الجيولوجيا، ما يكملش دقيقتين يعني. طيب ندخل بعد كده على ايه كمان في الباب الاول اللي انت تخلي بالك منه وتركز عليه. هو طبعا الفرق بين الفوالق والطيات، وازاي تحل دي وازاي تحل دي، ولو دخل الفالق مع الطية في رسمة ازاي تحلها. كل ده لازم تكون ملم بيه كويس قوي، ولازم ان انت تهتم ان انت تعرف الفرق بينهم كويس قوي. طيب ايه تاني في الباب الاول؟ طبعا اهم حاجة هي السلم الجيولوجي. السلم الجيولوجي كان جيو ماجد الصراحة كان عاملين عليه اغنية كويسة قوي، كانت يعني مسهلنا قوي السلم الجيولوجي، ومش هتحسوا بيها اي صعوبة. هتلاقي ان شاء الله الاغنية دي او الشرح بتاعه في الجزء ده على الشانل بتاعته، وانا ان شاء الله هحط لكم برضو لينك الفيديو ده على قناة التليجرام اللي موجودة في الديسكريبشن بوكس. فحاولوا ان انتوا تركزوا كويس قوي على السلم الجيولوجي، لان هو بيدخل كتير جدا في الابواب اللي بعد كده، وبيربطوا في الامتحان بحاجات كتير، زي مثلا ممكن يربطوا لك بالصخور والمعادن والحفريات والعصور والازمنه. كل الحاجات دي بيربطها في خاصه في الباب الخامس، فحاولوا ان انتوا تهتموا بيه كويس قوي. طيب نيجي بعد كده للباب التاني. ايه اللي كان مهم في الباب التاني؟ الباب التاني كان سهل، كان بسيط، يعني كان هو تقريبا درسين. الدرسين اسهل من بعض، هو بس الحاجات اللي تركز فيها البلورات، وتعرف ازاي تفرق بينهم كويس قوي. لان هو بيجي مثلا يقولك الزوايا هنا كانت عامله ازاي، كان قائم ولا لا، في كام محور، شكل القاعده عامله ازاي. كل الحاجات دي حاولوا انتوا تركزوا عليها كويس قوي. طيب ندخل بعد كده على الباب الثالث، وهو من اهم الابواب شويه، لان هو بدايه الصخور بقى. اهم حاجه طبعا فيه هي دوره الصخور، وازاي تحول مثلا من صخر متحول لصخر ناري، او من رسوبي لناري ومتحول لرسوبي. كل الحاجات دي لازم انت تكون واخد بالك كويس قوي منها، وعارف تفرق بينهم كويس قوي. طب ايه تاني؟ عندك مثلا الصخور النارية، ازاي تفرق بين الفوق قاعدية والقاعدية، وامتى ده بيبقى ده، وكل الحاجات دي. الباب ده انا كنت عامله له ملخصات كده، يعني مثلا هنا ازاي الصخر الفوق قاعدي والقاعدي والمتوسط والحمضي ازاي تفرق بينهم، وامتى ده يتحول لده، وده عند درجة حرارة كام، وهكذا. وبرده كنت عاملة للصخور الرسوبية والمتحولة، كنت مجمعاها برضو في ورقة. هحط لكم كل الورق ده في اللينك التليجرام. فحاولوا ان انتوا تستفادوا من كل الكلام اللي انا عاملاه ده كويس قوي، لان هو كان تلخيص لشرح جيو ماجد، وهو كان شرحها بطريقه حلوه قوي، وهو اللي قال لنا اصلا على الطرق دي نعملها. المهم ندخل بعد كده على الباب الرابع.
الباب الرابع طبعا مهم جدا لان هو بيتكلم عن العصور، ولازم تعرف كل حاجة او تعرف تفرق بينهم كويس قوي. يعني مثلا كان عندك العصر الكربوني، لازم تعرف ايه هي مميزاته. يعني مثلا من الحاجات اللي كانت بتميز العصر الكربوني ان هو كان ممتلئ بالسهولة المنبسطة، وده كان بيؤدي لتكوين الفحم والغطاء النباتي الشديد. فده كله بالظبط هو اللي انتم المفروض تشتغلوا عليه، ان انتوا تعرفوا ايه العصر وايه اللي بيميزه وايه الحاجات اللي ادت للتمييز ده. تمام. تاني حاجة عندك مثلا هي الحركات الرافعة والحركات الخافضة، ازاي تفرق بينهم خاصة في الرسومات كويس قوي. بعد كده المقارنة بين الحركات البيانية للجبال والحركات البيانية للقارات، والزلازل والبراكين، خاصة الزلازل وأنواعها سواء سطحية سنوية كل الكلام ده. والانجراف القاري اللي هيخلينا ندخل على الباب الخامس. الباب الخامس من أهم أبواب الجيولوجيا لأن هو بيجمع كل اللي احنا قلناه في الأربع الأبواب اللي قبل كده كله في باب واحد بتفاصيله أكتر بقى، خاصة في عوامل النقل والترسيب اللي معتمدة بشكل أساسي على الباب الثالث وكل الكلام ده. طيب أنا مش هركز لكم على حاجة معينة فيه لأن حرفيا هو كله مهم. ندخل بعد كده على علوم البيئة. علوم البيئة كانت سهلة جدا، بتيجي أسئلتها مباشرة قوي في الامتحان. بس أنا مجمعة لكم برضو الباب الأول في جدول كده كل المواعيد بتاعت كل حاجة حصلت، كل الأرقام اللي فيه، السمك مثلا، النباتات الوعائية كانت كام متر، وكل الحاجات دي أنا مجمعها لكم هنا. برضو هنزل لكم الورقة دي اصورها واحطها على جروب التليجرام اللي هتلاقوه تحت في الديسكريبشن بوكس. وبس كده، ده كان اهم الحاجات في الابواب. ندخل بعد كده بقى على تسمع مين في الجيولوجيا. انا الصراحة ما خدتش مع اي حد تاني غير جيو ماجد. هو فعلا كان شرحه كافي جدا جدا، يغنيني عن اي مدرس تاني. كان بيشرح على مدار المنهج كويس قوي، مذاكرة في نفس المحاضرة بيحل عليها كويس قوي، كتاب امتحان وتفوق، وكان بيحل كتير قوي معانا، وكمان المذاكرة بتاعته فحقيقي انا استفدت منه جدا جدا. في برضو صحابي كانوا بياخدوا مع جيو حميدة وبيقولوا ان هو حلو جدا برضو، بس انا حقيقة ما جربتش غير جيو ماجد لان هو كان عاجبني طريقته قوي وكنت ماشية معاه طول السنة. طيب ايه الكتب اللي نحلها؟ اول كتاب انا كنت بحل طبعا مذكرة جيو ماجد المراجعة النهائية. بجد كان فيها اسئله حلوه جدا وفيها افكار عاليه قوي وفيها حاجات كويسه قوي. وكمان كان جيو ماجد برضو بيحل معانا كتاب الامتحان. هو الحقيقه ما خلصهوش معانا، بس انا طبعا حليت الشمال بتاعته لوحدي ويعني خلصته. وكمان احسن كتاب فيهم هو كتاب التفوق. كتاب التفوق بجد تحفه، فيه افكار حلوه جدا، فيه افكار هتفيدكم قوي، واسئلته متدرجه ويعني قريبه قوي من اسئله الامتحان. على فكره الامتحان مش صعب، امتحان الجيولوجيا كان من اسهل الامتحانات اللي عدت عليا في ثانويه عامه او في الامتحانات كلها بجد. واهم حاجه في الامتحان عايزاكم تاخدوا بالكم منها وهي ورقه المفاهيم. ورقه المفاهيم او كتاب المفاهيم لازم ان انتوا تتدربوا عليه كويس قوي الفتره دي. تحاولوا ان انتوا تحفظوا اماكن الدروس فين كويس قوي، وان انتوا تحلوا بيه وانتوا بتحلوا الشوامل او في اواخر الشوامل، عشان في الاول تبقوا عارفين بجد مجهودكم فين. فانتوا في اواخر الشوامل حاولوا ان انتوا تحلوا بيه وتستفادوا منه، تحفظوا اماكن الدروس كويس قوي لانه فعلا هيفيدكم جدا. طيب نيجي بعد كده لمشكلتكم كلكم في الجيولوجيا وهي القطاعات. الحل الوحيد للقطاعات هو الكتاب ده. الكتاب ده بجد من احسن الكتب اللي حلت لي مشكله القطاعات مع محاضرات جيو ماجد. هو كان منزل تجميعة كده لكل القطاعات اللي ممكن تيجي وايه افكارها على اليوتيوب. برضو هحط لكم اللينك بتاعها في قناة التليجرام اللي موجودة في الديسكريبشن بوكس. تمام. المهم الكتاب ده كان مفيد جدا جدا جدا. يعني هو اول حاجة كان على كل درس او على كل باب كان بيجيب لكم افكار الاسئلة فيه وبيقول لكم ازاي تحلوا كل قطاع ورسبة. فبجد هو كان مفيد قوي وعليه كم اسئلة حلو جدا. يعني انا تقريبا كنت حلة كل الاسئله اللي فيه. بجد الكتاب ده مهم جدا ومفيد جدا، حاولوا ان انتوا تجيبوه وتحلوه لان هو هيفيدكم في موضوع القطاعات ده. وموضوع القطاعات ما تقلقوش منه، هو بس عايز تدريب، عايز حل كتير، عايز ان انت تعرف بس اكتر الافكار عليه علشان تقدر ان انت تجتازهم في الامتحان وتحلهم كويس قوي. بس كده ده كان فيديو جيولوجيا، اتمنى ان شاء الله ان هو يكون فادكم، وحاولوا تستفادوا من كل نصيحه انا قلتها وتاخدوا بالكم منها كويس قوي. قبل ما تقفلوا ما تنسوش تضغطوا اللايك وسبسكرايب وتفعلوا النوتيفيكيشن عشان يوصلكم النصايح الجايه ان شاء الله، وتعملوا شير لاصحابكم عشان يستفادوا زيكم.
حاولوا ان انتوا ما تتوتروش خالص في الفترة دي علشان ما تفقدوش درجات، ما تفقدوش تركيزكم في الامتحان. وان شاء الله ما تقلقوش، كل حاجة هتبقى سهلة وكل ربنا كاتبه خير. ربنا يوفقكم جميعا يا رب.